حد ياخد التمثال ده بيختفي، ومحدش بيرجع تاني. بس ازاي؟ هو تمثال عادي ولا لعنة حقيقية؟ اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. أنا اسمي شوقي، كنت شغال تاجر آثار. في يوم لقيت تمثال صغير من ذهب، شكله فرعوني، بس الغريب مفيهوش أي كتابة. سألت أستاذ آثار عرفه، أول ما شافه قال لي: التمثال ده ما ينفعش يتباع، ده لعنة. طبعا ضحكت وقلت له: يا عم سيبك من الهبل ده تمثال أول زبون اشترى التمثال اختفى بعد أسبوع. التاني لقيناه في بيته بس التمثال مش معاه. التالت كلمني وقال لي: أنا سامع صوت بيهمس لي كل يوم، بيقول لي رجعني. تاني يوم اختفى هو كمان. والأغرب، التمثال بيرجع لوحده للمحل بتاعي، نفس المكان، نفس الوضع. في يوم قلت أخلص منه خالص، رميته في النيل. ورجعت المحل بعد يومين لقيته على المكتب، بس المرة دي كان عليه كتابة فرعونية. جبت مترجم قرأ لي الجملة: كل من يلمسني يصبح أنا. من يومها أنا ما بقتش بنام، كل ما أبص في المراية بحس إن اللي قدامي مش أنا. وقتها فهمت الحقيقة، التمثال مش بيقتلهم، التمثال بيسرق أرواحهم، واللي اختفوا لسه موجودين بس جوه التمثال. ومن ساعتها قفلت المحل وسافرت بعيد وسبت التمثال في مقبرة مهجورة. بس في أوقات كتير بسمع نفس الهمسة: رجعني